الاجتماعي اذا اكثر منه دراسات مهنيه، مانيش حقوقيه، مانيش نتكلم على القانون، ماهوش الميدان بتاعي، هو ميدان جنان والجماعه الموجودين اخرين. اما اذا انا قمت بمصحات ميدانيه عديده سواء في الجمعيات، في الاتحاد العام لتوسيع الشغل، في كذلك وزارات، ويعني حاولت نحوصل شويه هذوما الكل نخرج بهم باش يكون يعني نوع من الباجاج يعني المعرفي يساعد باش واحد يبلور يعني يسميها المرافعه نتاع لي بليدويي ولا معناها يستعملهم كدليل كوم ارغيومون باش يدافع به على خط معين، على حقوق معين، على تغيير يعني اجتماعي نطرحوا له الكل. اذا نجم نقولوا خطوه قدام وصلتين. اذا كان تصبوا لي باش نستعمل الدارجه نظن لي الوضعيه نتاعنا اليوميه هذا هي بالنسبه للنساء في تونس خطوه قدام، وبعد نعملوا وصلتين نزيدوا نقدموا كمان خطوه قدام، لكن نعمل واحده ولا نحن نوصل تاني واحنا ماشيين. اذا باش نبدا بسرعه معناها الخطوه اللي لقدام. شنو هما الخطوات اللي عملناهم لقدام لحد الان؟ هو انه قبل كل شيء فما الحد في الفوارق بين الجنسين في الحياه الخاصه، في السفير بريفي نسميهم الحياه الخاصه والعائليه، بيان سور بالمجال الاحوال الشخصيه وما جابته مجال الاحوال الشخصيه بما فيه من حقوق وكذلك بما فيه من نواقص. فهمت؟ ناخذ على سبيل المثال حتى المسؤوليه العائليه، ما فماش مسؤوليه ابويه لا ريسبونسابيلتي بارونتال، فما مسؤوليه الاب فقط، توتيل باترنيل، فماش توتيل بارونتال. ولهذا كي تكون ام باش تعمل ما عندهاش كل الحقوق مع الطفل نتاعها، باش تهزه مثلا يصفر يلزم رخصه نتاع البو. فهمت؟ وقت نشوفوا مثلا في بلدان اخرين فما توتيل بارونتال، البو والام الاثنين لازم يصحوا، ما يخرج البو بنته وولده لما الام تصح معاه والام تخرج لما البو يصح، دونك لي دو يعني الاثنين يصحوا. اذا فما حاجات اللي مكتسبين وفما حاجات اللي ناقصين، وحنا كنا ناملوا انه باش ناخذوا اكثر، مش باش ندافعوا على اللي عندنا احنا ديجا اللي عندنا اكثر من 50 سنه. فما كذلك حاجه ثانيه وهي هامه جدا، هي التمتع بما نسميوه بالتنظيم العائلي، وسائل تحديد النسل والتنظيم العائلي يعني معناها لو ليبر اكسي يعني الكونتراسيبسيون اللي مكنت النساء باش يتخلصوا من الثقل نتاع الانجاب وكل الولادات العديده نتاع 10 12 صغير وتعدي 25 سنه، معدل 25 يعني 25 سنه من عمرها المراه وهي تربي وتجيب وتربي وريب وجو. اليوم ولات تقريبا المده 15 سنه، يعني النساء التوانسه يعدوا 15 سنه دون لي ماترنيتي لي نيسونس، 10 سنين اخرين تنجم توظفهم حاجات اخرين. وحاجات اخرى في الفضاء العام فيما يسمى السفير بوبليك، مثلا تطور التعليم نرجعوا له، وكذلك الدخول الى العمل الماجور لو سالاريا. هذوما مجموعه الحاجات اللي نقولوا نعم عملنا فيهم خطوات. واللي لاحظوا اليوم هما نساء يعني قاعدين يكتسبوا في شهادات بنسب عاليه جدا. ومثلا من جمله الحاجات انه السنه 70% من الطلبه في الجامعات هما بنات، هذا برشا منكم يعرفوا، ما بين 70 و 71% من الطلبه هما فتيات. وفي سوق الشغل بالنسبه للي عندهم المستوى التعليم العالي في النساء اكثر من الرجال، دونك التو des actifs le niveau supérieur des actifs est plus élevé que celui des actifs. يعني هما عندهم كفاءات اكثر في سوق الشغل، موجودين اكثر بطريقه، وهذا معناها يمكنهم باش يوصلوا الى اعلى الوظائف. وفما كذلك تانيث هكا بعض المهن، فيمينيزاسيون دو سيغتان بروفيسيون. لازم تقريبا ندخل في الجزئيات. فما عندكم الصيدله، عندكم زاد كذلك الطب تقريبا نوصل 50%، فما في الصحافه زاد كذلك، بيسور في التعليم الى غير ذلك. في المهن خاصه اللي نجم نقولوا اجتماعيه، فما المهن التقنيه يعني الانفورماتيك كمان فما تقدم كبير، اما مازالوا فيما يخص المهندسين مثلا مازالوا نساء معناها في بعض اختصاصات مازالوا ما وصلوش ما تقدموش كما يلزم. فمثلا اذا نشوفوا تقرير نتاع التنميه، تقرير التنميه نتاع البنيود نتاع 2011 يعني اللي خرج وقف المعلومات نتاعو في ماي 2011، اذا قبل الانتخابات في تونس، دونك لو 11 ماي dernier rapport يصنف 188
132 بلاد. تونس شنو هي المرتبه نتاعها؟ في هال 138 بلد مرتبتها 45 45 رقم، وهي قدام الجزائر في المرتبه 71 والمغرب في المرتبه 104. هذايا حسب المؤشر تاع الفوارق بين الرجال والنساء، الانديس دينيغاليتي دو جون. يصنف يعني يتركز على بعض مؤشرات نرجعوا لهم بعد شوي. اللي نلاحظوا وقت يقارنوا ب 2010 نلقاو اللي في الميدان هذا تونس تقدمت بارجع 11 بونت، يعني كان في ال 56 ولات 45، يعني تقدمت في الغون دون الغون اللي 45 ولات 56. والجزائر وخرت معناها بمرتبه، والمغرب حافظ على المرتبه نتاعو 104. يعني كيفاش نفسروا هالتصنيف؟ كيفاش نفسروا وقت اللي احنا كنا نسخايبوا اللي نساء قاعده توخر؟ وانا كنت نقولوا قبيله واحد قدام واثنين التالي. انا ما عنديش تفسير حاليا، يعني لازم دراسات معمقه اكثر، حاجه مازالت حديثه باش نفهموا هذا الحكايه. الحاجه اللي نجم نقولها هو انه المؤشر ممكن يكون هو بيده كيفاش تكون، كيفاش بنينا المؤشرات، وهوني نلفت نظر المتوجهين على استعمال الارقام واستعمال المؤشرات واستعمال الاحصائيات، لانه برشا في السياسه نستعملوهم حاجات في بعض الحالات ما نفهموش كيفاش هما بيدهم تبني. المؤشر هذايا تبنى بصفه عامه برشا، ترو جينيرال، يعني خذا حاجات اللي تونس ديجا وبعض بلدان اخرين تجاوزوها. على هذاك يظهر التصنيف يعني الفايد، يعني تصنيف تونس باهي، يعني 45 هو يتسمى باهي. في بعض المؤشرات نص قيمه التعليم فرد مستوى احنا والنرويج. يعني تشوفوا مثلا المؤشر هذا يركز على ثلاثه حاجات تقريبا، ثلاثه ديمونسيون، هي اندماج في سوق الشغل والاستقلاليه الاقتصاديه، يعني نسبه النشاط والاكتيفيتي. يتركز على التمثيليه في البرلمان، ويركز المؤشر الثالث على الصحه الانجابيه، واساسا لا مورتاليتي ماتيرنيل. فهمت؟ اذا هذوما يعني تسمى المرتبه نتاع تونس معناها لا باس بها، لانه ترجع هذايا للتعليم وللصحه، المجهودات اللي تعملوا في مستوى التعليم والصحه، واللي يرجعوا الى بيان الدوله، ويرجعوا كذلك الى العائلات، ويرجعوا زاده الى الاشخاص بيدهم، لانه كما قلت لكم الفتيات، وانا نقول لكم لاني مدرسه درست تقريبا 37 نساء، يعني وشفت كيفاش يعني بشوي بشوي يعني شنو لي زيفور يعني اللي يقوموا بهم الاولاد والبنات في الدراسه وفي التعليم العالي. اذا رجع لثلاثه اسباب. والحاجات اللي لاحظوهم هو كذلك انه التقدم او هالمكاسب هذوما مرتبطين بالسياق العام، الكونتكست جلوبال والتنميه في البلاد. فمثلا اللي لاحظوه في البلدان الكل مش حتى في تونس انه الصحه والتعليم وخاصه انتشار هذوما ليتيك، معناها التقنيات الحديثه للاتصال بالنسبه للشباب والشباب المتعلم، هما يعني خلقوا معناها طلب شعبي للديمقراطيه، دوموند بوبولير دو ديموكراسي، ومعناها مطلبيه هامه فيما يخص حقوق الانسان والحاجه للمشاركه في الحياه العامه. اذا هما كونوا قاعده نتاع لا باز روفانديكاتيف، لا باز دو روفانديكاسيون بوبولير، اللي مشات بشويه بشويه تهدمت مع كيفاش نقولها القمع، لابسونس دو ديموكراسي، ديفيسيت ديموكراتيك، وكذلك مع تناقضات اخرى كما نقولوا في سوق الشغل خاصه البطاله، ويخلقوا نوع من كيفاش نقولوها الاحباط هام، معناها فرستراسيون، احباط اجتماعي ونفسي وبسيكولوجي هام، اللي ادى شويه بشويه الى الثوره. كي نرجع للميدان تو اللي يهمنا هو وضعيه المراه. وضعيه المراه نقارنوا، انا روحي يلزمني نقارن ما بين الرجال والنساء، يعني ساعات يقولوا حاجات يهموا المراه ولكن هما في نفس الوقت يهموا الرجل. اذا اخترت المقارنه ما يسمى مقاربه النوع الاجتماعي، يعني مقاربه يعني قراءه للتعريفين في نفس الوقت. نلاحظوا اللي مثلا في مستوى الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه
انه المقارنه بين البطاله مثلا بطاله الرجال والنساء ما بين الاربع سنين الاخرانيين من 2007 حتى 2011 اخر 2011 نسبه البطاله نتاع المراه تقريبا 16%، 16.3%. لا باردون، هي مرت من 16% الى 27.4%، يعني بريسك دوبلي. يعني البطاله المراه قريب توصل للدوبل، يعني قريب في 4 سنين الاخرانيه، وقت اللي النسب الرجاليه نسب الذكور تعدت من تقريبا 13% 12.9 الى 15%، يعني زادت نجم نقولوا بونتو ان بوان دو بلوس بور لي زوم، presque le double pour les femmes. تشوفوا الفرق. فيما يخص اللي عندهم الشهاده نتاع التعليم العالي، لي ديبلومي دو سوبيريور، هما متعرضين اكثر للبطاله، اكثر حتى من النساء بصفه عامه. نسبه البطاله نتاعهم 43.8%، 44% من حاملات الشهادات نتاع التعليم العالي في البطاله. بالنسبه للرجال النسبه هي 24%. دونك 44 البنات 24 لواحد. تشوفوا زاد كذلك الفوارق بين الجنسين. وهذا نعرفوا اللي وقت البطاله تدوم يعني عندها معناها تاثيرات نفسيه، فما نوع من كيفاش نقولوها احنا، واحد يفقد الامل، ديكوراجمون، الاحباط، يفقد الامل، ما عادش ينجم يعمل مشاريع مستقبليه، يقعد في العزوبيه اللي نجم نقول مفروضه نوعا ما عليه، انا نمشي نتزوج. فما كذلك تاثيرات اقتصاديه، هي الفقر، هي معناها الكفاءات يعني تنقص، تضيع بعد 3 سنين، الكفاءات ما عادش كافيه، ما عادش صالحه، هذا ما يقولون المختصين. وكذلك الطموح الى مغادره المجتمع في البلاد، وخاصه في بعض حالات حتى الحرقان، حتى بالنسبه للبنات وللنساء كذلك. اذا اللي نجم نقولوا في المستوى هذايا هو انه فما تمييز واضح كما شفناه، تمييز معناها ماهوش معناها يمكن انتونسيونيل، ولكنه فما سياسه نتاع خليه سوق الشغل، يعني هو يقوم بالعمل هذايا، وما فماش يعني تحد، فماش سياسات واضحه، دي بوليتيك بروأكتيف يعني دونكوراجمون، اللي هي يعني في الوقت اللي النساء قاعدين يجيو باعداد وافره وعندهم اكثر شهادات وتزوجوا يعني كبار، يعني مشكل كانوا يتزوجوا 18 20 سنه، دونك لاج مويان مارياج 28 سنه، تاع المراه 28 29 بريسك كيف الراجل كيف المراه، ما بيناتهم عامين، وما همش مستعدين زاد كذلك الجيل الحالي انهم مش يغادروا سوق الشغل وقت اللي يجيبوا الاولاد. هذه حاجات تغيرت في اليد العامله، في صفات اليد العامله النسائيه. فيما يخص الفوارق اخرين زاد كذلك هامه وخطيره فيما يخص الاجور. وهنا تبين الدراسات انه الاجر متوسط الاجر النساء هو قيمته 68% من اجر الرجل، يعني le salaire féminin, le salaire moyen féminin est 68% du salaire masculin. هذوما دراسات رسميه اللي تذكروا فيها. وقت اللي في المستوى التعليمي، مستوى التعليم النساء اجرات اعلى من مستوى التعليم الرجال الاجراء. دونك نيفو دو انستركسيون بلوز إليفي. فيما يخص مثلا كي ناخذوا كذلك الاجور، نراو اللي 77% من النساء يخلصوا اقل من السميك. فما رجال كذلك تخلص اقل من السميك، لكنهم هما نسبتهم 42% فقط. اذا فما زاد كذلك هوني تمييز وفرق كبير ياسر ما بين هذه ليتود على الانستيتيو ناسيونال ستاتيستيك على قريب 8000 واش ميغرون تونتريز. فما زاد برشا نساء يتلزوا بحكم ظروف العمل باش يخرجوا من العمل. 1 على 4 تقريبا une femme sur 4 يخرجوا يغادروا العمل نتاعهم لانهم ظروف العمل يعني قاسيه برشا. ولكن مع هذا لاحظوا زاد، وهذا من خلال دراسات عديده، انه الاجر تاع المراه سواء تكون متزوجه او سواء تكون عازبه هو يمثل معناها حاجه اكيده، حاجه محوريه، بزوان معناها حمايه ديسيزيف للمستوى العيش للاسره العائله. وبين زاد كذلك الدراسات تاع الاقتصاديين
لانه فما فوارق ترجع الى خصوصيه القطاع، ديسكريميناسيون ليو سيكتور سيكتوريال. لكن كي عملوا منهم هذا جويدر عمل دراسه نتاعو وبين وغيره البنك مونديال وغيره بينوا اللي فما فوارق تنسب على الاقل 18% من الفوارق في الاجور تنسب الى التمييز حسب الجنس، تمييز النوع الاجتماعي، ديسكريميناسيون دو جور. فيما يخص حاجات اخرى كما التعليم، وهذه حاجه معروفه اكثر، نلاحظ ان كذلك الاميه ما زالت رغم المجهودات ورغم الاصلاحات التعليم الى غير ذلك اللي قام بها الدوله قام بها العائلات، ما زالت نسبه الاميه ما زالت تفشى في ما بين النساء. التعداد الاخراني في الانكيت ناسيونال لومبلوا الاخرانيه تقريبا تعطي ربع من فان سور 4 كانوا فهمت، ولكن في الوسط الريفي توصل للشطر في بعض ولايات معناها نسبه الريف فيهم كبيره اكثر من الشطر نتاع النساء ما زالوا معناها في الاميه. يرجع هذا الى القطاع المدرسي نتاع الفتيات اللي موجود وبدا يزيد حاليا، وهذا لاحظته انا كي مشيت مثلا للقصرين عندي بعد اشهر. فما كذلك في منظومه الفوارق اللي لاحظوهم والحاجات اللي ما تحسنش من حظوظ النساء في العمل هو التوجيه المدرسي اللي ما زال تقليدي، يعني نوجهه مش بنفس الحظوظ. فما الولاد نبعثوهم لبعض الاختصاصات والبنات نبعثوهم بعض الاختصاصات اخرى، واغلبيه الاختصاصات في التكوين المهني او في التعليم يخرجوا معناها يديموش سوق الشوماج، يؤديوا الى البطاله. ومن الحاجات زاد كذلك هو معناها التمتع بالموارد، يعني الاكسي او ريسورس، يعني ايه الموارد والملكيه. يعني كيفاش شنو هي الوضعيه بتاع المراه هنا بالمقارنه مع المجتمع بصفه عامه ومع الرجال. فيما يخص الارض مثلا، ملكيه الارض، نلاحظوا اللي النساء هما الاغلبيه في اليد العامله الفلاحيه. اليد العامله الفلاحيه الغير ماجور، لا مان دوفر فاميليال غاتوت ليزيد فاميليال. ولكن نشوفوا ملكيه الارض يعني لي زيكسبلوطون اغريكول النساء ما تمثل الا 6% اللي هما يملكوا الارض. كذلك فيما يخص الحاجات اخرى كما ملكيه البيت، وهذه حاجه هامه لانه هي كذلك تؤدي نوع من الاستقرار والطمانينه بالنسبه للمراه وللعائله والاطفال بصفه عامه. الدراسات تبين اللي النساء تساهم تقريبا معدل 30% في المدخول العالي، 30% دو بيدجي فاميليال، دراسه 2010. ولكن في بعض الحالات اجر المراه يتجاوز اجر الرجل، دون ان كا سور 4، يعني في ربع الحالات ساعات المراه تصور اكثر من الرجل. في حالات اكثر مش تصور اقل او تصور كيف لكن ساعات تصور اكثر. وكذلك تقييمات اخيره في دراسه انتشرت عندها شهر ولا شهر ونص، العمل المنزلي الترافاي دوميستيك، تقييم اقتصادي للعمل المنزلي، يعني الخبراء اللي معانا اللي هم في الاقتصاد قيموا التاج دوميستيك بالتو دو سميك. قالوا كان جينا باش نخلصوا السميك العمل المنزلي كله قداش مثلا يساوي تيرم ايكونوميك. يلقاوه تقريبا اشتر البي بي، لا موتي دو بي بي، يعني notre contribution des femmes au travail domestique économiquement évalué c'est la moitié, presque la moitié du PIB. هذا les taux de 2006 taux de 2006 PIB SMIC de 2006. نشوفوا مثلا مساهمه النساء في تمويل البيت، شراء البيت. نلاحظوا اللي لي كوبل يستعملوا الاجور نتاعهم الاثنين، والاجر نتاع المراه يساهم في القرض الثاني والثالث بصفه عامه. الاولاني القرض متخذ باسم الزوج، والقيمه هذه توصل ما بين 30 و 50%. اذا مساهمه هامه. ولكن كي نشوفوا مثلا بالمقابل فيما يخص الملكيه نتاع الازواج بعد الزواج بصفه عامه، خاصه دراسه 2010 اللي قامت بها وزاره المراه والتراديف كذلك بين اللي 85% من الحالات المسكن باسم الرجل ماهوش باسم المرأة. يعني فما 5% تقريبا 3% اللي هما بنسميهم الاثنين، ولكن بصفه عامه باسم الرجل. وهذا معناه يؤدي في حالات انه مثلا كي باش تاخذ مرة قرض ولا باش تعمل مشروع ولا حاجه ما عندهاش معناها جارانتي، ما عندهاش مقابل باش تعطيه للبنك. كذلك
في دراسة حديثة قام بها الديوان الأسرة هو أنه كثير من النساء اللي هما يخدموا ما عندهمش ما يتحكموش في مواردهم الخاصة. Donc 9 femmes sur 10 n'ont pas de ressources économiques propres. إضافة إلى هذا تعرفوا كذلك مشكلة وعدم المساواة في الإرث. مش نعلمكم هذا انتم جماعة المسار واحد على بالكم بها والحاجات اللي وقعت درجات تطرق لها واللي برشا جمعيات وبرشا مناضلين معناها يدافعوا على المساواة في الإرث، لأنه هي من أسباب تشرد النساء والفقر زاد كذلك بتاع العائلات وبتاع النساء في بعض المناطق، خاصة في المناطق الريفية وفي المناطق في المدن، في المناطق في الأحياء الشعبية. من الحاجات كذلك اللي نجم نقولوا خطوة إلى الوراء هي العنف كذلك اللي لاحظوه ضد النساء وضد الفتيات. بصفة عامة وقت اللي نعملوا المسوحات التوانسة يقولوا في التصريح انه الراجل ما عندوش حق شطر مرته مهما يكون السبب، مهما يكون الحق. هذا في التصريحات. ولكن كي نسالوا الرجال مثلا في سونداج صار على 1300 تونسي وتونسيه عملناه في سنه 2008 تقريبا يقولوا ايه صحيح، ولكن انا ضربت على الاقل مره ولا اثنين بنتي ولا مرتي ولا اختي. اذا يغوكونيس كو دون لي في يعني تجاوزوا هالديكلاراسيون اللي قاموا بها هذه. والدراسه الاخيره نتاع ديوان الاسره على العنف في الوسط العائلي، العنف الزوجي، العنف في المراه، تبين لي تقريبا 47.6% من النساء تعرضوا الى العنف على الاقل مره في حياتهم. والعنف هذايا هو اكثر عنف جسدي، انتيرديكا، ضرب معناها. وهذه حاجه يعني نجم نقولوا موين معناها تري غراف، يعني بالنسبه للمقارنه بعض بلدان العالم تسمى يعني معناها تخوف معناها من الاشكال معناها تتبينش معناها التمييز والانفصال. الحاجه اللي لاحظناها زاد كذلك هو انه ترجع العنف هذا يرجع الى التنشئه الاجتماعيه، لانه شكون هم اللي يتعرضوا للعنف؟ هم البنات اللي تحت 20 او النساء اللي فوق 40. هذوما اللي اكثر من غيرهم. بون مازال ما وقعش تعمق في الدراسه علاش هذوما بالضبط، اما اللي تحت 20 هو نوع من العنف اللي يدخل في التنشئه الاجتماعيه اللي تعرضوا له كذلك الذكور، لكن باشكال مختلفه، مش نفس الضرب، مش نفس البقعه مثلا الطفل يضربوها تطلع على راسها ستاكر، فهمت كيما تعرف وضحك له معناها فما عنف، فما عنف الشكل نتاعو خاص، يعني تتعرض للمراه اللي من الهدف نتاعو هو القل النقص في كيفاش نقولوها طموحها الى الكلام، الى التعبير، الى الخروج، الى طلب حريتها الى غير ذلك. هذا من الحاجات نجم نقولها. ولاحظوها القوانين في الميدان هذا وبينوه جمعيات عديده منهم جمعيه النساء الديمقراطيه وغيرهم، انه القوانين غير مطبقه، غير موجوده، او غير ماهيش داخله في المفعول. مثلا ياخذوا لا لوا هذه تاع 2004 سور الهارسيلمون سيكسويل دون ميليو ترافاي في الميدان ماهيش مطبقه، لانه الحاجات اللي فيها مستحيل بريسك التطبيق نتاعها. يفو بروفي لو هارسيلمون، يتابليغ لا بروف، وهذه حاجه صعيبه برشا. واذا كان المراه ما تعملش لا بروف بالكدا تولي يرجع عليها، تولي هي اكوزي دو كالومي، تولي هي مكذوبه. نجم نقول زاد كذلك في الحياه الخاصه فما زاد مشاكل اخرين يرجعوا الى تقسيم العمل، تقسيم المسؤوليات في العائله، وثقل الحياه العائليه على الحياه المهنيه والحياه في الحياه العامه بالنسبه للنساء. فمثلا اللي لاحظوه في الدراسه الاخيره نتاع لونكيت بودجيتون لا بروميير اللي تصير تونيزي ميم ديزون لي بيي غابي ان افريك، انه النساء تخصص 8 مرات اكثر من الراجل وقت للعمل المنزل. يعني النساء عندهم معدل 5 ساعات وربع في النهار اعمال منزليه مميز ناسيونال. الرجال عندهم 39 مينوت باغ جور. شوفوا الفرق معناها الشاسع ما بين النساء والرجال. نشوفوا مثلا تاخذوا اوروبا لي دوني نتاع لوروستات يبينوا اللي لا ديفيرونس سي دو 1 à 2. Les femmes font le double des hommes. نحن هون في تونس les femmes font 8 fois plus que les hommes en temps de travail domestique.
هذا يجي على حساب صحتها وعلى حساب نومها في الريف اكثر. ما تقولش قداش في الريف لي مويان، هذه سي مويان ناسيونال دون سيغتان ريجون توصل حتى 9 سنين اكثر. على حساب صحتها، على حساب مشاركتها في العمل، مشاركتها في العمل، الحياه العامه، في السياسه، الى غير ذلك. هذا من ليزانديكاب، يعني الحواجز العراقيل الهامه بمشاركه المراه في الحياه العامه السياسيه والمهنيه، وكذلك تمتع بحياه خاصه كذلك لها هي. وهذا زي ما يفسر انه برشا يقول لك نخرج من الخدمه لانه ما عادش نجم نطاوق الكل، فهمت؟ سي ترو ديفيسيل ترو دور. وفي الجراند تونس تقريبا 45% يخرجوا من الخدمه يزابوندون باسكو ناريف بلو معناها اكونسيلي، ما يعرفوش يوفقوا ما بين الحياه العائليه والحياه المهنيه. شنو ندور، شنو كيفاش التونسي يفكروا فيما يخص حقوق المرأة؟ بعض الدراسات تبين اللي فما تناقضات كبيرة، فهمت؟ معناها إيه ولا إيه ولا، فهمت؟ وهذا يهان برشا، احنا نقولوا في علم النفس الاجتماعي فما بولاريزاسيون، فما ما هو إيجابي ما هو سلبي، وفي معناها لاتيتود دي بولاريزي تلقاها واحد فافورابل ديفافورابل وي ونو، يكفي أن تكون حدث سياسي هي باش فما جماعه اللي هما في الوسط اللي هما باش يمشيو اما للسلبي اما للايجابي، وحنا يمكن توا في ظرف هذايا اللي باش يدز جماعه للكونتر وجماعه للبور. اذا الدراسات اللي صارت دون لي زاني 2000 ماهيش اليوم تبين اللي صار معناها الحياه السياسيه نتاع على الاقل 25 سنه اللي فاتوا خلقت نوع من المواقف المتناقضه تجاه حقوق المراه. مثلا 4 تونس على 10 يقولوا اللي عمل المرأة على العمل بالنسبة للمرأة هو حق. 4 على 10 seulement 4 sur 10 seulement reconnaissent que pour les femmes le droit au travail. الأخير يقول لك الإنسان تخدم ما يسالش وقت تكون ملزومة، وقت راجلها ما يصورش مليح، وقت اللي ما عندها حاجة شكون يقوم بها، الفلوس مش كافيين اكسترا. لكن كحق كوم دروا يعني عندها الحق باش تخدم مهما يكون عندها ولا ما عندهاش seulement maximum 4 sur 10. Donc ça veut dire 6 sur 10 ne reconnaissent pas le droit des femmes au travail. وهذا en situation de crise et de chômage elle attend. كذلك بالنسبه للبطاله، يعني هل انه نقولوا نسمعوا احنا نقولوا النساء هما مسؤولين عن البطاله؟ قريب 50% من الرجال يخموا صحيح يقولوا يقولوا النساء هما مسؤولين عن البطاله. النساء اقل شويه خاطر لو كانت عملناها سونداج تعمل 2 رجال ونساء سولمون لو تير دي فام مي لا موتي دي زوم. يقول لك صحيح النساء هما اللي سبب في البطاله. يقولوا زاد في المستوى السياسي يقولوا النساء عندهم الكفاءات، النساء كابابلي باش يقوموا يعني يشاركوا في السياسه، يشاركوا في الانتخابات ويتقدموا المسؤوليات الى غير ذلك. كي تقول لهم انتم مستعدين باش تنتخبوا امراه ما بين امراه وراجل نفس الكفاءه اش تختاروا؟ يقول لك لا نختار راجل خير. وفي بعض الحالات حتى النساء تقول نفس الشيء، هذا اللي نستغربوا منه، يعني النساء تستثيق الرجال اكثر من تستثيق النساء. هذا التناقض اللي تراو في الموقف مع كيدهم كان طريف من ليتود هذه تبين معناها لامبيفالونس وتفسر وكور دي تفسر اللي صار en 2011 لحد معين، تفسر ان بو سو كي سي باسي دون لي زيليكسيون. باهي توا كي صارت الثوره نقولوا شنو التغيير الهام اللي صار في وضعيه النساء في تونس. اللي صار هو انه تعرفوا انه بعد الثوره فما يعني عدد كبير من الفاعلين الاجتماعيين كما نقولوا لي زاكتور، يعني مولتيبليسي داكتور، معناها احزاب سياسيه، مجموعات، جمعيات، اكتيفيست، سيبر اكتيفيست الى غير ذلك. وكذلك فما ما نسموه المونتي دي زاتونت، يعني الانتظارات كبرت، الانتظارات كثرت وتعدت، وكذلك المطالب. وكذلك نجم نقولوا فما نوع من الفرص، التعبير، المشاركه، معناها دي نوفيل فورم دونجاجمون سيتويان. دونك فما ليميرجونس دو سوسيتي سيفيل مثلا اللي قاعده تبني في روحها وتعبر من ما بين جانفي مثلا جانفي الى جوان 2012 4000 جمعيه جديده خلق. انا عامل حسابكم صافي بريسك 2 اسوسياسيون بار جور.
معنا 4000 نوفيل اسوسياسيون. في هذوما الكل قداش يهتموا بحقوق المرأة؟ 250 اللي هما سيبلي على حقوق المرأة والمساواة. الآخرين فما برشا اللي كيما توا مثلا كلنا تونس، شكون مجموعة هونيا وكلنا تونس، ولا ماهوش سيبلي على المرأة ولكن يخدموا عندهم عمل كبير يقوموا به على حقوق المرأة. إذا احنا حسبنا 250 اللي هما اسونسيلمون سيبلي سور لي دوا دي فام. إذا هذه من الحاجات كذلك اللي يعملوا لها حسابها، وأنهم قاعدين يشتوا ويضغطوا شوية ما يفهموا معناها ليزيكزيرسو بريسيون سوسيال دو بليدويي. ولكن زاد في نفس الوقت من التغييرات الهامه اللي صارت بعد الثوره هي مش عارفه نقولها بالعربيه، معناها لي ريزيستانس سوسيال سون ديفوني بلو فيزيبل. معناها المحافظه المواقف المحافظه الحاجات لي لوت دو بوفوار لي زاليونس استراتيجيك ولي زاليونس دوبورتينيتي، معناها هذا كله زاد جابوا لنا الثوره. بالنسبه للمخاطر وبالنسبه للمراه هو انه معناها فما، وهذا قلناه وقاعدين نعيشوا فيه، صحيح انه العلاقات بين الرجال والنساء قاعده تتحرك، وانه فما نوع ما رجوع الى على المكاسب من غير ما ندخل في معناها هذا موضوعنا الايامات الكل. تبين اللي فما نوع من الهشاشه تاع المكاسب هذو، معناها سي اون فراجيليتي دي زاكي كي ريفيل لا فراجيليتي. يعني صحيح خذينا حقوق ولكن مازالوا ما تجذروش يعني بما فيه الكفايه يمكن في المواقف وفي السلوكيات وفي التصورات، خاصة في الكود مونتال دي تونيزيان دي سيتويان. وكذلك نلاحظوا من الحاجات اللي لاحظوها التأثيرات هذه هو أنه معناها موجة المحافظة هذه اللي قاعدة تجرب شوية بشوية، معناها لا مونتي دو كونسيرفاتيزم كي مناس لي دغوا معناها سوسيو انديفيدويل لي فام. فيما يخص الفوارق ما نقصدش باش تزيد كيما دايروا فوارق اخرين اجتماعيه وجهويه غير البطاله زادت، فهمت؟ ولا عندنا في اكثر من 280,000 امراه في البطاله، يعني اكثر من 2/5 اليوم بطاله انسان. كذلك فما برشا ناس ما عادش يتقدموا سوق الشغل، فما يفهم دوتو اليميناسيون، هذا في مستوى الاقتصاد. كيما تراو لو بيلون معناها دو لا باريتي ايتي ان بيلون كوميم ريلاتيفمون نيجاتيف، فهمت؟ فما نساء خدمت باش وصلت الباريتي ونانا خدمت باش وصلت ان بو فتحت شويه، وفما نساء اخرين جاو وخذاو الهديه على البلاتو، فهمت؟ ان شاء الله يعملوا فيها حاجه باهيه، فهمت؟ باعوا القضيه. اي ان شاء الله ما نقولوش كانوش باعوا القضيه. كذلك في مستوى في مستوى الحكومه كما تعرفوا 80 وزير عندنا امراه واحده، وهذه مش حاجه نفتخروا بها، اقل من حكومه بن علي. وكذلك الحاجه اللي يظل اختيارها هو قاعدين نتجهوا نحو منطق كيفاش نقولوا بالعربي une idéologie du familialisme plutôt qu'une idéologie du féminisme، يعني العائله والاسره والزواج. قالت واحده النهار هذه معناها حقوق في الارتيكل 8 هذا هو الزواج، مش معناها سي فريمون دون اون لوجيك دو مارياج، معناها خارج الزواج اور دو مارياج با بوان دو سالو. كيفاش نقول معناها العازبات واللي مطلقات اللي ماهمش في اسره مكونه معناها ما عندهمش وجود، ما عندهمش وجود، نون با دو ستاتيو. دونك فما منطق نتاع هذايا معناها كل شيء في الاسره، الاسره هي الخليه اونتر كيمي الطبيعيه، والكلمه الطبيعيه هذه مش حاجه مقبوله، لأن الاسره هي عقد، هي مؤسسه اجتماعيه تتغير مع المجتمعات. واللي لاحظوه كذلك هو بعد الثوره هو بروز اشكال جديده من العنف، يعني دي نوفيل فورم دو فيولونس ليا لا نومي سوسيال، فهمت؟ يعني عنف كيفاش نقولوها ديسوادي، يعني ديسوازيون مش ما تشجعش باش تقدم باش تخرج باش تتكلم على ذلك. نوع من العنف نتاع الاهانه، نوقف عدد نهبطوا من التاكسي مراه ونقول لها نزل المركز، يعني نوع من الاهانات، فهمت؟ عنف زاد كذلك نجم نقولوا دي فورم دو فيولونس دانفيزيبيليزاسيون، ما نراكش ما نشوفكش. في الصحافه دراسات بينته هذا المونيتورينغ دي ميديا اللي عملته الليك وعملوه الجمعيات الكل سي ان ال تي ولا تي اف تي وكل شيء، معناها المساحه المخصصه للنساء في الكامباني الكتورال وفي المده هذيك كلها تاع الوقت الانتخابي 2%، ما بين 2 و 4-5%، ما تجاوزش 4%.
اللي كيفاش يتكلموا عليهم ويقدموهم وشنو عملوا وشنو اهتماماتهم، يعني مش موجودين، يعني سي اون استراتيجي دانفيزيبيليزاسيون، ما نشوفوهمش نراهمش. فما زاد كذلك سياسه نحن نقولوا دو ليسي فير، بوليتيك دو ليسي فير، يا با سانكسيون، حتى تصير حاجه فماش عقاب، فهمت معناها تمشي المركز يقول لك تنعيط لبوك ولا تنعيط لراجلك ولا كذا، معناها انت تحت حمايه حد، ماكش اوتونوم، ماكش مراكش حاسبك انت كشخص، نضرب تليفون عيط لبوك، فهمت معناها من النوع هذايا ما فماش يعني اخذ بعين الاعتبار وفماش سانكسيون. فما كذلك بريسيون سوسيال ديفوز، فهمت دو مانيير معناها ديريكت وانديريكت، في مثلا اللي يوصلوا لنا مثلا حاجات للجمعيات، تزويج البنات في سن تحت المارياج فورسي دي ادوليسون، تحت في المراهقه، يعني تحت سن القانوني للزواج، يفرضوا عليها باش تلبس الحجاب وباش يزوجوها بواحد راجل كبير اكبر منها وبالسيف الى غير ذلك. هذه اشكال زاده كيف تيست دو فيرجينيتي اختبار الذكر. اذا بعد الثوره نجم نقولوا معناها الانسان ماهيش قاعده ترى في الضوء، بالعكس معناها الخطوه الاولى التالي هذه الخطوه الثانيه الى الوراء، وهذايا معناها ان بيلون كي ني با تري غي بور ان تريزور مالوغوزمون. كيفاش نجموا نحسنوا؟ شنو الافاق نتاعنا؟ شنو قدرتنا على العمل سواء احزاب او جمعيات او مثقفين او باحثين او معناها مواطنين بصفه عامه؟ هو قبل كل شيء نتجاوزوا كل الشعارات السياسيه، السلوغان بوليتيك، ونحاولوا ندخلوا ونفكوا شويه الكلمات والشعارات هذوما، لا كومبليمونتاريتي، البارتناريا اون فام، هذه لا بارتيسيباسيون، ايش معناها هذه تو سكي لا غوفرنونس. يعني فما برشا، احنا كنا في الهيئه العليا كل مره يطلعونا بكلمه ونقعدوا نمضغوا فيها كما نقولوا الاختصاصيين في السيونس بوليتيك ابيرماس يقول لك كي تحب تغطي واقع استعمل الكلام يغطي يكاش يغير، فهمت؟ اذا لازمنا نكشفوا، فهمت، ونفكوا ونحلوا الكلمات ونكشفوهم على حقيقتهم، يعني نوصلوا المحتوى تاعهم. تقول لك النهار شدينا واحده من النايبات قلنا لها اعطينا انت كيفاش ترى شنو هي الكومبليمونتاريتي، اعطينا ديفينيسيون، فهمت؟ لا قالت ما فماش فرق ما بينها وبين المساواة، كيف لا ما البحر كيف مش كيف مساواة. اذا يلزم واحد يدخل، خاصه كي يبدا نص قانوني، والقانونجيه هون اللي ما بيناتكم يعرفوا اكثر مني انا هذاك. الحاجه الثانيه هو تانيث النصوص خاصه القانونيه، معناها لا فيمينيزاسيون et l'intégration du genre dans tous les textes de loi في جميع النصوص القانونيه، ابتداء من الدستور. معناها النساء معناها يفو انسكرير شاك فوا كي ساجي دي زوم اي دي فام. ما ننساوش اللي صحيح قال شنو لو جينيرال كلو لو فيمينان، لا فهمت، يلزم هذايا كل مره، وهذايا من الحاجات اللي اكدنا عليها في جميع المحاضرات والتظاهرات اللي حضرناها الايامات الاخرانيه. المطالبه بالمساواه او على الاقل مش عارفه كوتا معين من النساء في المناصب الهامه، معناها في لي موندا لي فونكسيون امبورطون، فهمت؟ وكذلك انتاج، تشجيع والحث على انتاج معناها معلومات وكيفاش نقولوا دياغنوستيك، تشخيص الواقع، باش ما نعوضوش الواقع بالخطابات الايديولوجيه. دونك دياغنوستيك دو لا رياليتي، دياغنوستيك دي ريجيون، دي بوبولاسيون، دي جون اكسترا، باش ما نتكلموش في معناها باسم العباد، فهمت؟ وقت ما نعرفوش الواقع نتاعهم، فهمت؟ اذا البحث والتشخيص من يلزموا يرافقوا القرار السياسي او القرار الجمعياتي او ما يكون في المستويات الكل. واخيرا شو مازال بالنسبه للاحزاب، وانا هون يظهر لي في اطار حزب معين، يظهر لي الاحزاب يلزمهم يتحركوا اكثر شويه، سامحوني في العباره، ويعني تكونوا اكثر التزام، يعني يعبروا على اكثر التزامهم لوغ اديزيون ولوغ انجاجمون بصفه يعني ملموسه في dans un s'engage معناها de manière concrète dans un processus paritaire، فهمت؟ وكذلك في معناها dans un processus de كيفاش نقولها de mise en œuvre ou de mise en pratique du principe de l'égalité. خاطر
بوندون لي كومباني الكتورال سمعنا برشا خطابات وبرشا كلام، وقت باش ناخذوا القرارات ونختاروا العباد، يعني الاحزاب مع كل اسف نقولها بخلاف القطب الاخرين ما كانوش حتى ما كانوش في المستوى. اذا هذا يلزم زاده يفهموا اللي ماهيش يونيكمون، هي ماهيش كان قضيه مراه، هي قضيه مشروع مجتمع. مش الخطير الانجو يعني اللي مش نمشيو له، المراه هي كان الوجه الفوق بتاع الجبل اللي هو شطر في الماء، لو سومي دو لايسبيغ. اما اللي قاعدين في الخطر اليوم هو مشروع كامل بتاع المجتمع اللي احنا الكبار الجيل الاولاني يعني نظلنا قلنا ها باش نخرجوا من التونيل هنا كملنا كذا، ولكن التونيل اللي يظل فيه مازال طويل قدام. كذلك بالنسبه للجمعيات هما يلزمهم كذلك يكونوا اكثر ناشطين بتقارير مثلا، يعملوا سويفي دي رابور ريغولي لرونفورسي لا سونسيبيليزاسيون دي سيتويان، هما بداوا دخلوا، لكن زاد كذلك لازم ينسقوا ما بيناتهم. ساعات هذا يعمل لنا وهذا يعمل لنا، اذا ناقصين تنسيق. هذايا لازم واحد يتجاوز شويه المشاكل الليدرشيب هذوكم، وانا وش هو ولا احنا قبل وهما وقت جاوا اكسترا، باش تكون يعني اكثر عمل يعني متناسق. وتدعيم كذلك معناها ما يسمى بالإديوكاسيون على الإيغاليتي على السويتي، يعني ثقافة المساواة وثقافة المواطنة في المجتمع بصفة عامة، في وسائل الإعلام، وكذلك في النظام التربوي، لأنه هو اللي قاعد يكون زاد كذلك المواطنين المستقبل. وأخيرا معناها الحث على خلق نوع من كيفاش نقول الوعي الجندري، اللي حنقولوا كريي كونسيونس دو جون. معناها انه صحيح انا قلت البارح عارفين قاعدين جاوا جماعه هكا نساء في مسؤوليات ولا معنا نيبات، اي مش الفايده دوا دي فام في لي بوست. قالت احنا واحده من النيبات قالت احنا كي طلبنا على المساواه طلبناها باش تكون عندهم النساء نفس الحظوظ وما جابش في المناصب العليا. صحيح طبعا نحبوا النساء في مناصب القرار في مناصب، ولكن لازم يكونوا زاده يفكروا بطريقه معينه، سينو شنو فايدتها؟ فهمت؟ سي دي فام او دي زوم aussi qui ont des consciences, une conscience de genre. حداد مرجان اللي كان عنده cette conscience هذه دو ليغاليتي وفاهم معناها التاريخ، فهمني يكون مجتمع في المشي. اذا تكوين الوعي هذا الجندري، الوعي بضروره المساواه، باهميه المساواه، وكذلك معناها كيفاش نقولوها الحد من القوالب الجاهزه هذوما، فهمني الغالطه، فهمني كيفاش نقولوها السلبيه ضد النساء وضد الفتيات. هذوما بعض الافكار، ونشكركم على الانصات.